ايه اللي حصل النهارده ده؟ حرام عليكم، حرام عليكم يا جدعان، يا جدعان، ده احنا بنجري ورا الهلال بالعافيه. نيجي النهارده نقف نعطل نفسنا بالطريقه دي؟ مش معقول، مش معقول. عمالين نقول اهم حاجه مكسب مكسب، نحط 4 اهداف ويدخل فينا 4 اهداف. ايه في ايه؟ نحط هدف يترد علينا بهدف، نحط هدف يترد علينا بهدف. كميه قهر وكميه تعب اعصاب النهارده الواحد ما حسهاش من زمن. مش معقول. فين الدفاع؟ الدفاع يا عم كاسترو، قلنا نص الملعب والدفاع لازم تشوف له حل. مش كده. انت بتنافس على دوري، انت بتنافس على دوري مع فريق مكتمل زي الهلال. مش معقول اللي بتعمله ده. اخطاء ساذجة. وقلنا احنا قلنا الملاحظات دي في دوري ابطال اسيا، قلنا مليون مرة يا جماعة الخير عندكم مشكلة في نص الملعب، عندكم مشكلة كبيرة، عندكم مشكلة كبيرة في الدفاع. يا عم اخلق بدايل، اعمل الناس اللي على الدكة دي، اعمل لك دكة كويسة. دي مسؤوليتك انت يا لويس كاسترو، مسؤوليتك انت. دفاع النهاردة ضايع، نص الملعب سرحان، ما تفهمش في ايه. مش معقول. احنا نحط هدف يترد علينا بهدف، نحط هدف يترد علينا بهدف. يا جماعة الخير، مش عارفين نحافظ على المكسب لمدة 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقايق نحافظ بيهم على المكسب. يعني نكسب في الدقيقة 94 ويتعادلوا برضو في الدقيقة 99. يعني والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه، والله الواحد ما عارف يقول ايه. اقول ايه؟ مش عايز احمل وليد عبد الله يعني كل الاهداف دي، مش عايز احمله بصراحه. الراجل عامل مباريات كبيره جدا المباريات اللي فاتت، بس لا، انا مش هحمل وليد عبد الله حتى لو هو يعني متسبب في بعض الاهداف اللي جت النهارده. انا مش هحمله الاهداف دي. اللي يتحمل الاهداف دي اول واحد لويس كاسترو. اول واحد يتحمل الاهداف اللي جت فينا النهارده لويس كاسترو. بعديهم انا بحمل نص الملعب قبل الدفاع. انا عارف الناس كلها تقول لك الدفاع الدفاع، بس انا بالنسبه لي مفيش مشكله بتيجي على الدفاع الا وبدايتها نص الملعب. نص الملعب فيه مشكله. النهارده كان نص الملعب فيه مشكله. فاللي حصل النهارده مهزله مهزله. يعني احنا كنا بنقول النهارده هنكسب ويبقى الفرق 4 نقط. عندنا الهلال بكره والاتحاد، نامل ان الاتحاد يوقف الهلال، يتعادل معاه، يكسبوا. بالطريقه دي احنا اللي بنهدي الفوز للمنافس، بنخلي المنافس يلعب بارتياحيه. يعني بكره اتعادل الهلال، خسر الهلال، ما فرقتش كتير، ما فرقتش كتير. ما استفدناش اي حاجه. بعد ما كانوا 7 بقوا 6. مش هو ده المطلوب، مش هو ده المطلوب يا نصر، مش هو ده المطلوب يا رجاله النصر، مش هو ده المطلوب يا لويس كاسترو. المطلوب منك ان انت تدافع عن الفرق اللي موجود، وقرب المسافات بينك وبين الهلال، مش ان انت تخسر النهارده. انا بعتبر ده خساره. انا بالنسبه لي التعادل زي الخساره في الاوقات اللي احنا فيها دي. نقطتين يضيعوا مني زي 3 نقط يضيعوا مني، مفيش فرق ما بينهم. 4 اهداف ويدخل فيك 4 اهداف، ده لا لا لا، ده سيناريو النهارده غير مرضي جدا لجمهور النصر، غير مرضي تماما لاي حد كان بيتفرج على المباراه. هارد لك لجمهور النصر اللي اتحرق دمه النهارده. معلش تتعوض، واحنا برضه هنفضل ورا الفريق، وان شاء الله هتتعوض. وهنستنى بكره، يمكن الاتحاد يوقف لنا الهلال شويه، يمكن نامل. لكن لا اتوقع صراحه بمستوى الهلال اللي موجود حاليا ومستوى الاتحاد. انا ما اتوقعش ان الهلال ممكن يقف صراحه. وبكده الدوري يعني بنسبه 80 90% بقى الهلال. خلاص الموضوع، انا من وجهة نظري ان المباراة بتاعت النهاردة مؤشر كبير جدا ان النصر مش كده، مش هينافس على الدوري. مع ان ما بحبش الاستسلام، بس بالوضع ده بتاع النهاردة لا لا، الموضوع بجد متعب ومرهق لدرجة كبيرة. يا رب يا رب ما نعملش كده في دوري ابطال اسيا. يا رب. دوري ابطال اسيا هي الملاذ الوحيد لينا السنه دي، ان في بطوله كبيره زي دوري ابطال اسيا تدخل دولاب نادي النصر. هارد لك لجمهور النصر، هارد لك. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، بس الواحد دمه محروق. شكرا لكم، سلام.